على فكره يا تامر انا مش بعرف اطبخ، عشان لما نتجوز ما تقوليش انت ما بتعرفيش تطبخي. يا حبيبه قلبي مش مهم تكوني بتعرفي تطبخي، اهم حاجه انك تكوني بتعرفي تاكلي بس. ما تقلقش من الحته دي، انا باكل كويس جدا. انا خلاص، انا مش مصدق ان فرحنا الاسبوع الجاي، انا مبسوط قوي. انا كمان مبسوطه قوي. يلا بقى علشان ما نتاخرش. حاضر يا حبيبتي، هزتين كمان بس. صباحية مباركة يا حبيبة قلبي. الله يبارك فيك يا حبيبي. طب ايه بقى؟ هتقومي تجهزي لي الفطار ولا اجهزه انا؟ لا يا حبيبي هقوم انا اجهزه. حبيبي خلي بالك من نفسك يا حبيبي. خلي بالك انت من نفسك، ولو احتجت اي حاجة اتصل بيا وعرفيني. كان نفسي اقول لك اروح معاك الشغل. خلاص يا ست، المرة الجاية اخدك معايا. تروح وتيجي بالسلامه يا حبيبي. مع السلامة يا روحي. يا حبيبتي انا جيت. ايوه يا حبيبي انا هنا. مش معقول، كنت بتطبخي صح؟ عملت اكل ايه بقى؟ بص يا تامر، من الاخر كده انا عملت اكل وباظ مني، بس انا قلت لك من البدايه ان انا مش بعرف اطبخ. يا حبيبتي ولا يهمك، طز في الاكل، هطلب لك دليفري. يلا تحبي تاكلي ايه بقى؟ انت فين كده؟ انا في المكتب ومروح. تلاقيك انت في البيت يا عم دلوقتي وعمال تاكل المحمر والمشمر. الله يكرمك يا عم، اسكت اسكت يا ابني، ما بتعرفش تطبخ اي حاجه اصلا. انا لحد دلوقتي ما اكلتش اي اكل عدل من ايديها، انا بس صابر عليها وعمال ادادي فيها عشان فلوس ابوها. بسيطه يا سيدي، علمها انت الطبخ. يا صاحبي انا مش عايزها تتعلم الطبخ، انا عايز فلوسها وبس. هي مش جنبك ولا ايه؟ شايفك عمال بتتكلم على راحتك كده. اصلها قاعده تحت قدام التلفزيون. انا قلت كده برضه. والله انا ربنا بيحبني، رزقني بواحد بيحبني بجد، لا بعرف اطبخ ولا بعرف اعمل اي حاجه وبرضه بيحبني. انا بجد محظوظه بيه. ايه اللي واخد عقلك؟ مراتي اللي واخده عقلي. خير يا ابني، حصل ايه؟ والله البنت بتحبني، وبعيدا يعني عن انها ما بتعرفش تطبخ، بس شكلها بنت حلال. طب عايز ايه تاني؟ هو في احلى من الحب يا ابني؟ في الفلوس طبعا. يا ساتر عليك، انت عندك الجنيه يخرج من جيبك انكتب له عمر جديد. رندا حبيبتي، هو باباكي مش ناوي يديكي بقى حقك في الميراث؟ ميراث ايه يا تامر؟ بابا مبقاش معاه فلوس خالص بعد النيابه ما صدرت كل امواله. ايه؟ ازاي الكلام ده؟ زي ما بقولك كده. يعني ايه؟ انا اتنصب عليا؟ نصب عليك؟ اتنصب عليك في ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. يعني انت طلعت على الحديده انت وابوكي؟ ايه الحديده دي يا تامر؟ عيب كده. عيب؟ هو انت شفت عيب؟ ده انا هطلع عليك القديم والجديد. فين الاكل يا هانم؟ اكل ايه يا تامر؟ ما انت عارف ان انا مش بعرف اطبخ. لا يا حلوه، ده كان زمان ياما، دلوقتي تتعلمي الاكل والطبيخ وكل حاجه، والا قسما عظما لا بهدلك واطلع عينك معايا، وممكن اوريك الوش التاني بقى. يا نهار اسود، وش؟ ما انا شايفه الوش اهو قدامي، هو في وش تاني غيره؟ هاي، هو انت لسه شفت حاجه؟ يلا يلا نجرب قوم اعملي اكل كده يا تامر، وانا اللي كنت عايزه افاجئك بخبر حلو. ما كفايه، ما كفايه خبر فلوس ابوك اللي طلعت اونطه. تامر انا حامل. ايه؟ حامل؟ انت حامل بجد؟ طبعا حامل، هو انا ههزر في حاجه زي دي؟ لا بقى، انت تقعدي معززه مكرمه ما تعمليش اي حاجه، انا اللي هعمل كل حاجه من هنا ورايح. بس انا مش هقعد يا تامر، انا همشي وهرجع بيت ابويا. يا خساره، كنت فكرك بتحبني بجد ومش طمعان في فلوس ابويا. اسمعيني بس، حقك عليا، انا اسف لو زعلتك، وبعدين يرضيكي يعني ابننا يتربى بعيد عننا؟ تعرف يا تامر، بابا وعيلتنا خسروا كل فلوسهم بس ما خسروش كرامتهم. تامر، ورقة طلاقي توصل عن اذنك. يا رد حقك عليا، حقك عليا والله.